يا أصحاب، مسلسلنا النهاردة عن مليونير بارد وقاسي متعود يشتري كل حاجة بالفلوس، لكن أول ما قابل بنت بسيطة حياته كلها اتلخبطت. السؤال بقى، هل ده حب حقيقي ولا بداية لعبة خطيرة؟ فخلونا نبدأ الحكاية من الأول، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد المسلسلات. وتعالوا يلا نبدأ أحداث مسلسلنا. بيبتدي مسلسلنا مع بطلتنا مين مان، هي وأهلها وهم في أرض عيلة تشانج. جدتها زمان كانت بتقول إن الأرض دي بركة وهيطلع منها شخص مهم جدا في البلد، بس فجأة الأرض دي بقت مهجورة ومخيفة وناشفة زي صحابها. فأبوها قال لها إن دي مقابر عيلة تشانج. العيلة دي حظها كان وحش جدا، الابن الكبير وأبوه وأمه ماتوا بدري، وفضل الابن التاني الصغير، بس الواد ده كان شاطر جدا، دخل جامعة بكين. لكن من يوم ما سافر محدش شافه ومحدش عارف هو عايش ولا ميت. فقالت لهم انتوا عمالين تقولوا اسمه إيروا إيروا، هو ملوش اسم حقيقي ولا ايه؟ إيروا يعني الابن التاني. فأبوها قال لها مش فاكر، بس تقريبا الواد ده كان اسمه شين. ويا هلا بعزيزنا الوسيم الغالي على قلبنا، الريس شين تشانغ زي، مؤسس شركة ام سي كابيتال، العيل الفقير المنحوس اللي كانوا بيتكلموا عنه، اللي محدش عارف عنه حاجة، بقى رئيس شركة قد الدنيا. فوصلت لبطلتنا مكالمة من الأستاذ بتاعها، قال لها انتي لازم تيجي حالا دلوقتي وتجهزي نفسك للعشاء علشان هنقابل صاحبي شين تشانغ زي. ده واحد من كبار رجال الأعمال في عالم البيزنس، بكلمة واحدة منه يقدر يلاقيلك شغل كويس وفخم كمان في شنجاي. فاتبسطت جدا، دي فرصة من دهب بالنسبة لها. وقبل ما تمشي شافت مامتها ماسكة الشنطة الصغيرة بتاع أم إيروا علشان تولع فيها، لأنه مفيش حد يورثها وما ينفعش تفضل معاهم. بس مين مان استخسرت ترميها أو تولع فيها، فخدتها وعلقتها في شنطتها. وبعدها راحت المطعم تقابل الأستاذ كيم بتاعها. في اللحظة دي الريس شين دخل مع المساعدين بتوعه ولمح الشنطة الصغيرة اللي علقتها في شنطتها، وافتكر لما كان صغير ومامته عملتها له وحطت له فيها شوية أعشاب تطرد الناموس والحشرات علشان لما يطلع الشغل مفيش حاجة تقرصه. بقى واقف مصدوم، مش متخيل إن حاجة بقالها 25 سنة ترجع تظهر قدامه بالطريقة دي. ومين مان دخلت قابلت الأستاذ بتاعها ومراته كمان، قالوا لها انتي لازم تبقي هادية وعاقلة قدام الريس شين تشانغ زي، لأنه ما بيحبش الاستهتار وفرط الحركة. فضحكت وقالت لهم يا نهار أبيض، ده أكيد شكله راجل كبير وتعبان وشقيان وزمانه شعره ودع وبقى أصلع من كتر الشغل. فشرتي الريس بتاعنا فخم ووسيم ولا تماثيل الأغريقيين. فدخل عليهم بكاريزما تخطف القلب. ومين مان فضلت تتأمله، ياه ده شكله صغير قوي، معقول ده زميل الدكتور كيم؟ ده البدلة بتاعته دي شكلها غالي قوي كمان، ده انا لو قعدت سنة اصرف من مصروفي مش هعرف اشتري زرار واحد منها. فاتجمعوا حوالين ترابيزة العشاء اللي قد الكرة الأرضية، والأستاذ كيم عرفه على مين مان، بس عين الريس بتاعنا ما اتشالتش من على شنطتها، وقال لها المحفظة دي شكلها مميز جدا. أيوة أنا عارفة، دي جارتنا في البلد هي اللي كانت مطرزاها وشكلها عجبني فقلت أعلقها في الشنطة. ولما اتعرفوا على بعض طلعوا من نفس المدينة. فقال لها هو انتي منين في شينجي؟ من فينجو، بلد صغيرة أكيد حضرتك ما سمعتش عنها. فقال لها بالعكس دي بلد جميلة جدا، أنا روحتها قبل كده. حضرتك رحت هناك؟ دي بلد صغيرة قوي، ما توقعتش إن في حد يعرفها أصلا. فلمح الندوة الصغيرة الموجودة على خدها وسألها ايه حكاية الجرح ده. فاستغربت، يا نهار اسود، هو الراجل ده عينه تلسكوب ولا ايه؟ ازاي قدر يلمح الجرح الصغير ده؟ فقالت له اصل وانا صغيرة كنت بلعب والكلب عضني وابن الجيران هو اللي شالني وجرى بيا على المستشفى. فافتكر اليوم ده وهو شايلها على ايده لمدة ساعتين علشان ياخدها للمستشفى. من صغرك وانت شهم وجنتلمان يا ريس. فالاكل جه وهي عينيها طلعت من الجمال اللي شايفاه، الاكل الغالي ده مش بتشوفه غير في المسلسلات والافلام. والريس ابتسم ابتسامته الحلوة وهو شايفها مستمتعة بالاكل. والاستاذ كيم قال له مين مان دي اشطر طالبة عندي، جالها عروض شغل كتير جدا بس هي بترفضهم علشان عايزة تشتغل في شنجهاي جنب خطيبها. فشوف لها شغلانة في شنجهاي مع أي حد تبعك يا شين. وملامح بطلنا قلبت واتغيرت أول ما سمع كلمة خطيبها، وقال لها ممكن الواتس بتاعك علشان نتواصل بخصوص الشغل.
وريتشارد المساعد بتاعه استغرب، دي أول مرة الريس يضيف حد على الواتس بتاعه، دايما كان بيضيف الأرقام عند ريتشارد. وبعد العشاء الأستاذ كان سكران جدا ومراته خدته للبيت، ومين مان سلمت عليهم، وفجأة الدنيا مطرت تلج، فالريس قال لها أوصلك، لكنها رفضت وقالت له إن السكن بتاعها قريب جدا من هنا، خطوتين وهتوصل. فرجع البيت بتاعه وفضل يتأمل صورتها، وشافها وهي في مقابر عيلته بتصلي لهم، وهي رجعت السكن بتاعها وكلمت خطيبها فيديو كول. قال لها أنا قبضت النهاردة، قوليلي اسم الروج اللي انت كنت عايزاه وأنا أجيبهولك، لكنها رفضت علشان خايفة على فلوسه، المصاريف في شنغهاي كتيرة وغالية. وقالت له إنها اتعرفت على رجل أعمال كبير وغني جدا هيشوف لها شغل بمرتب كويس، وبكده هيقدروا يدفعوا مقدم الشقة اللي هيتجوزوا فيها. وبالليل متأخر خالص شين بعت لها رسالة، قال لها تبعت له السي في بتاعها علشان الانترفيو بتاعها يوم الجمعة الساعة 5. فاتوترت واتسربعت وقامت تعدل على نسخة السي في بتاعها وتلحق تجهز كل حاجة. وجي يوم الجمعة الريس شين غير موعد الرحلة بتاعته علشان كان مستنيها، ومين مان وصلت على الوقت مظبوط، وده عجب شين جدا لأنه شخص بيحترم المواعيد. بس دلوقتي قرر يهدى خالص وياخد الأمور برواق علشان يحقق هدفه. ومين مان مش مصدقة نفسها إن واحد مشهور زي شين واسمه موجود في ويكيبيديا بيختبرها بنفسه وقاعد معاها على ترابيزة واحدة، ده لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال. فجابوا لها المنيو علشان تطلب الأكل اللي هي عايزاه، بس البنت اتصدمت من الأسعار، ده حتى الإمبراطور أكله ما كانش غالي كده. ففكرته بيختبرها وقالت له اطلب أرخص حاجة في المنيو وما تبقاش تفصى وعينيها فارغة قدامه. بس هو طلب أكل غالي جدا، أقل طبق سعره قلب وبنكرياس، وخلاها تندم علشان ما طلبتش الأكل اللي نفسها فيه. وسألها عن طموحها وأفكارها المستقبلية للشغل، فقالت له أنا تخصصي تصميم الأجهزة الذكية، فلو ينفع أتمنى أقدم على وظيفة مهندس تطوير الأنظمة والأجهزة الذكية. فسألها عن خطيبها وبيشتغل إيه. خطيبي خريج حقوق وشغال حاليا محامي تحت التمرين في شنغهاي. فقال لها شركة MC بتهتم جدا بالاستقرار الوظيفي على المدى الطويل، هل عندك نية للجواز قريب؟ فكرت سؤاله فخه اختبار جديد، فقالت له جواز؟ لا خالص، مفيش أي خطط للجواز دلوقتي. وبدأت تشرب من الشوربة وهي مبهورة بالطعم، الشوربة دي من أكل الجنة ولا إيه؟ شافها شفطت الطبق كله، فقدم لها الشوربة بتاعته فاتكسفت. أحي خلاص كده الرئيس عرف إني بيئة ومفجوعة وعمري ما شفت عزومات. فسألها حابة مرتبك يبقى كام؟ يعني في حدود 15,000 مثلا، أصل العيشة في شنغهاي غالية ومحتاجة مصاريف كتير أكيد حضرتك عارف. فابتسم وقال لها تمام، روحي انت دلوقتي واستني مكالمة مننا. عد 3 أيام ومحدش كلمها وفضلت تصيح وتندب في حظها، وهي متضايقة جدا فكرت نفسها عكت الدنيا خالص وطيرت الشغلانة من ايديها بسبب تصرفاتها البيئة الغبية. بس فجأة وصل لها ميل انها اتقابلت في الشغل وبمرتب 50,000 في الشهر. ينفع تشغليني معاكي يا فنانة؟ فمامتها باركت لها وشجعتها ونصحتها علشان تاخد بالها من نفسها، شنغهاي مدينة كبيرة ومليانة ناس وحوش. فاتبسطت وبعتت رسالة شكر للريس شين، وخدت أول طيارة على شنغهاي على طول. واتصدمت إن عربية روز رايس جاية تاخد عيلة مكحرتة زيها، لا كده كتير كتير وهتتغرب نفسها. ولما ركبت العربية اتصدمت بوجود الريس شين. هو حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ كنت في اجتماع قريب من هنا وقلت أعدي أخدك في طريقي يا أنسة مين مان. رغم إن وظيفتك هي محللة بيانات، بس انتي هتشتغلي المساعدة الشخصية بتاعتي، وأول سنة لازم تلفي على مكاتب الإدارة علشان تفهمي نظام المجموعة. ولو حاسة إن الموضوع مش مناسب ليكي ممكن ترفضي دلوقتي، وريتشارد هيحجز لك تذكرة للرجوع حالا. لا لا طبعا موافقة، أنا هشتغل بجد وهخلي حضرتك فخور بيا، دول 50,000 حضرتك أنا لو مكانها هشتغل 24 ساعة من غير فواصل. فقال لها هتباتي فين؟ فقالت لهم إنها حجزت في أوتيل رخيص على الضيق كده. بس شين ادى إشارة لريتشارد وقال لها السكن بتاعك علينا يا أنسة، أصل الشركة بتقدم سكن كويس للموظفين. ولما وصلت كانت مبهورة بكل حاجة حواليها، الفلاح الذي أبهرته أضواء المدينة. يا بوي كل دي شقة؟ ده أنا ممكن أعمل فرحي هنا. فشين قال لها إن ده بيته الخاص، هو كان يقدر يخليها تروح وتسكن في أي شقة والشركة تدفع لها الإيجار، بس ما يصحش. هو ادى كلمة للأستاذ كيم إنه هيخلي باله منها، يتكفل بكل مصاريفها. بداية الحسد هيشتغل يا فنان، فاستعد. شكرا يا ريس.
ما بلاش ريس دي، ناديني بكريس أو شين اللي تحبيه يعني. صحيح يا سنجولات قلبي، نسيت أقول لكم إن بطلنا ليه اسم أمريكي اللي هو كريس علشان يعني شغله في الخارج وكده. فقالت في سرها ده أنا لو استلفت 800 قلب مش هيجيلي جرأة أنطق اسمه حاف كده. إيه رأيك؟ خدماتنا عجبتك؟ فقالت في سرها يعني 50,000 مرتب وساكنة في قصر، ده مش شغل، دي ورقة يا نصيب وكسبتها. طبعا عاجبني يا فندم وشكرا، وما تقلقش هحافظ على الشقة بتاعتك كويس جدا واحطها في عينيا الاتنين. وطلعت شوية الزرع بتوعها اللي كانت بتعتني بيهم، وهو سمح لها تعمل اللي هي عايزاه وبيتأملها بكل حب. وقبل ما يمشي قال لها صح، بلاش تجيبي حد هنا بما فيهم خطيبك. تمام تمام يا فندم. وبالليل بنشوف الرئيس بتاعنا سهران مع شيون ممثلة مشهورة جدا، بيحاول يطرقها، طلب منها ما تتصلش عليه تاني وتبطل تسأل عليه أو تتواصل مع رجالته علشان تعرف مكانه. لكن عديمة الكرامة كأنها ما سمعتش أي حاجة وجايبة له ساعة فاخرة هدية بمناسبة الفالنتاين. أنا مش حبيبك علشان تجيبي لي هدايا، أمال ليه دفعتي ملايين علشان تمضي معايا وتديني أحسن شغل عندك في الشركة؟ علشان انتي شاطرة وليكي قيمة تسويقية، بس انتي كده عديتي حدودك يا شيون. لو الحركات الرخيصة دي اتكررت تاني كل عقودك وإعلاناتك مع شركة MC هتتلغى. أيوة اديها على دماغها وروح لقطتنا أو تعالى يا ريس قلبي مفتوح لك. خد بعضه وراح لبيته التاني اللي قصاد البيت اللي بطلتنا ساكنة فيه. وقف يتأمل الشباك بتاعها بكل حب وقال لنفسه أنا عندي بيوت وقصور ما بتخلصش، بس ولا مرة شفت الشباك منور بالدفى ده، يفكرني بلمة زمان ونار الفرن. بس دلوقتي حياته باردة وكئيبة برغم كل الفلوس والكنوز اللي عنده، حاسس بالفراغ والوحدة. برأيكم الفلوس مش كل حاجة؟ هنكمل ونشوف. فشاف مين مان وهي نازلة تقابل خطيبها اللي كان مبهور بالمكان زيها، وقال لها خديني في جولة أشوف شقتك الجديدة. كان على عيني والله يا بيبي، بس الريس شين مش راضي وقال لي ممنوع تماما أدخل أي حد البيت. فضحك وقال لها خلاص يا ستي مش مهم، وعرفها انه حجز لهم اوضه في اوتيل 4 نجوم علشان يحتفل بعيد ميلادها، وجايب لها المكسرات اللي بتحبها. فاتبسطت جدا والريس بتاعنا متغاظ ومتضايق، خلاص هو اعتبر مين مان ملكه واملاكه وممنوع حد يلمسها غيره. وفي اليوم التاني بطلتنا بدأت شغل في الشركة، وريتشارد اداها الكارنيه بتاعها. شافته تعبان ومرهق فسألته هو انت ما نمتش كويس يا ريتشارد ولا ايه؟ يا شيخ ما تفكرنيش، باين ان في حد عكر مزاج كريس امبارح وقام صحينا الساعة 1 بالليل وعمل لنا ميتنج وفضل يبهدل فينا للصبح. وبوب زميلها في الشغل دخل علشان يساعدها ويعرفها الدنيا ماشية ازاي بدل ما الريس يتعصب عليها لانه ما بيحبش حد يغلط في الشغل. الشغل مع الريس شين شانغزي ما فيهوش راحة، لازم تكوني مصحصحة ومتاحة ل 24 ساعة لأنه ممكن في أي لحظة يعمل لنا ميتنج حتى لو الساعة 4 الفجر. وهي خافت شوية بس هتحاول تبقى قدها وقدود ومحدش يمسك أي غلطة عليها. وموظفين الشركة مستغربين ازاي البنت البيئة دي دخلت شركتهم أصلا وبقت المساعدة الخاصة لشين. ده معروف انه ما بيشغلش اي حد الا لو كانت خلفيته فخمة وشاطرة. وبعد شوية الريس جه وقال لها تعالي على مكتبي، فدخلت وراه وهو سألها عاملة ايه في شنجهاي؟ كويسة الحمد لله، بس الأكل هنا غالي نار، ده طبق السلطة اللي تحت في المطعم اللي عبارة عن شوية برسيم ب80، ده في بلدنا أنا بشتري نص عجل بالسعر ده. بتتكلم معاه بكل أريحية وهو عينه على علامات الملكية اللي في رقبتها، واضح إنها قضت ليلة جامعة مع خطيبها امبارح. فابتسم وأمرها تجهز نفسها علشان هياخدها معاه لحفلة فاخرة بالليل وده جزء من شغلها. ولما نزلوا قالت لنفسها بما اني مساعدة المدير دلوقتي يبقى لازم اقعد قدام، بس ريتشارد فهم الاشارة وقال لها تقعد ورا جنب شين. وهم في العربية طلب من السواق يقف عند المول وقال لها انتي محتاجة تغيري لبسك ده. فقالت لنفسها نعم يا روح امك، ماله لبسي، ده اغلى طقم عندي في الدولاب. فخدها الاتيليه ودخلت تقيس اغلى فستان موجود عندهم، مش موجود منه غير 3 قطع في العالم. بس ما عجبش الريس بتاعنا وبصلها من فوق لتحت بقرف واختار لها فستان على ذوقه، وحقيقي ذوقه قمر وفخم زيه. دخل يدفع الحساب ومين مان أول ما سمعت إن الفستان ب86,000 دولار قلبها كان هيقف. قرب منها وقال لها انتي عارفة أنا اخترت الفستان ده ليه؟ علشان عايز الناس تفتكرك مش تفتكر الفستان. وأمرها تخرم ودانها علشان تلبس حلق شيك وفخم
وإداها لبلاك كارت بتاعه علشان من هنا وجاي عايزها تشتري كل يوم طقم جديد للشغل. مفيش منك نسخة تانية في شيء إن يا رب. سابها ومشي. وريتشارد قال لها انت دلوقتي موظفة في شركة ام سي، لو لبستي وحش الناس هتفكر ان الشركة بتاعتنا هتعلن افلاسها ولا حاجة، وبعدين مصاريف اللبس برضو على الشركة وجزء من شغلك، فاتبسطي يا ستي. وبعدها وصلوا الحفلة، وكل الموجودين بدأوا يسألوا مين المزة اللي جاية مع الريس شين شانج زيدي. فالريس سبقهم وطلع القاعة الكبيرة، وهي ماشية ورا ريتشارد اللي يا عيني المشروع كان هيطلع من مناخيره ويخنقه أول ما شافها جنبه. يا هبلة انت ماشية ورايا ليه؟ المفروض تكوني جنب الريس شين، انت المساعدة بتاعته رجلك على رجله. فلحقته، وأول ما دخلت صحاب شين استغربوا، دي أول مرة يجيب معاه واحدة الحفلة. فسألهم ها يا رجالة بتستثمروا في ايه اليومين دول؟ فقالوا له المشروع بتاع محطة الطاقة الشمسية اللي دخلوا فيها السنة اللي فاتت فيها أزمة كبيرة جدا، لكن شين قال لهم سيبوا المشكلة دي عليا وهو هيحلها. فرفعوا الكؤوس بتاعتهم نخب ذكاء الريس كريس العظيم، لكنه رفض يشرب معاهم. فعزموا على المزة اللي معاه ولسه بترفع كاس المشروب بتاعها شين وقفها، والرجالة فضلوا يلقحوا عليها بالكلام وفكروها عشيقته السرية. فاتضايقت جدا وخرجت بره القاعة. وأول ما خرجت هو هزقهم ووقفهم عند حدهم لأنه راجل بتاع شغل ومالوش في جو العلاقات الرخيصة اللي بيتكلموا عنها دي. فسابهم ولحق قطته الجميلة واعتذر منها على الكلام اللي سمعته ده. هي كانت متوترة وقالت له مش هتعرف تكون المساعدة الشخصية بتاعته لأنها ما بتعرفش تتكلم ومش واخدة على أجواء الحفلات دي، ما بتفهمش غير في التكنولوجيا والبيانات، والأفضل إنها ترجع لشغلها القديم أحسن. طيب قبل ما ترجعي خليني أسألك، محطة الطاقة اللي كانوا بيتكلموا عنها دي تكلفتها كام؟ ونسبة التحويل فيها بتوصل لقد إيه؟ وعربيات النقل المبرد هترفع التكلفة كام؟ علشان نرفع بيانات لحظة بلحظة، وسعر السوفت وير هيتغير قد إيه؟ شفتي بقى كل دي حاجات، أنا ما جبتكيش هنا علشان تكوني تمثال للزينة، أنا جبتك هنا علشان تدرسي خطة المشروع. انت اللي بتحددي مقامك وعلى أساسه هتشوف الدنيا عاملة ازاي حواليكي. سابها ودخل. هو حاول يشجعها ويدعمها، صحيح ان الناس تفكيرهم رخيص وقذر بس هي لازم تثبت نفسها وتشوف شغلها. فدخل يكمل لعب مع أصحابه بس دماغه مشغولة. معقولة هتسيبه وترجع بلدها بالسرعة دي؟ ده ما صدق انه لقاها. وجي دوره في اللعبة، وقبل ما يرفع الورقة مين مان قربت منه ومسكت الورقة بتاعته. فابتسم بحب وقلبه ارتاح لدرجة إنه كان بيفوز في كل جولة، وكأن مين مان تميمة الحظ بتاعه الكل بيحسدوا عليها. وهي كانت بتشرب معاهم ولما خد باله لقاها سكرت وبقت بتضحك زي الهبلة زي ما انتوا شايفين كده. وشين اضطر يخرج علشان وصلت له مكالمة من أمريكا، والرجالة حبوا يستغلوها لكن شين رجع بسرعة وخدها معاه علشان يوصلها للبيت، ولأنها سكرانة كان لازم يشيلها. شيل يا طويل العمر شيل. طريقته الحنينة معاها خلت كل بنات الحفلة يحسدوها، حتى أنا وباقي السنجولات بنحسدها والله. وهم في العربية هي كانت بتهلوس مع نفسها وبتحسب أرباح وخسائر محطة الطاقة اللي اتكلموا عنها في الحفلة، وهو بيبتسم بحب ومستلطف حركاتها رغم إنها سكرانة، بس دماغها شغالة بتعد وبتحسب بكل ذكاء علشان تثبت نفسها للريس شين اللي سندها بسرعة قبل ما تتخبط في الشباك. وألف سر لسه ساذجة وعبيطة زي ما انتي ما اتغيرتيش. وصلوا البيت وحطاها في السرير بكل هدوء، وشاف المحفظة القديمة بتاعته فابتسم وخدها شمها. ريحة الأعشاب راحت منها وما بقاش غير ريحة الفقر القديمة. فحس إن روح أهله هم اللي بعتوا بطلتنا ليه علشان الأمل يرجع لحياته تاني. قرب منها وباس الجرح القديم الموجود على خدها، وفجأة وصلت لها مكالمة من خطيبها خلته يتعصب ويفتكر إن الملاك اللي نايمة قدامه دي مخطوبة وما ينفعش يقع في حبها دلوقتي. فكلم ريتشارد وقال له يدور له على المحامي اللي اسمه ليجين، اقلبوا مكاتب محاماة شنجهاي كلها وجيبهولي. وفي اليوم التاني صحيت لقت الوقت اتأخر فنزلت بسرعة وهي متصربعة. كلمت ريتشارد علشان يعتذر لها من الريس شين على تأخيرها ده. فقال لها الريس شين مش في الشركة أصلا، هو مش معاكي ولا إيه؟ ولما لفت وشها لقته في المطبخ قربت منه واعتذرت علشان سكرت امبارح. فقال لها إن المشروب اللي شربته امبارح ده خداع وريحته ورد وفانيلا، فأكيد فكرته عصير مش نبيذ، فلذلك هو عذرها وكان متفهم جدا وما تعصبش عليها. شكرا إنك خدت بالك مني امبارح، أنا هطير بقى على الشركة علشان متأخرش. انتي المساعدة بتاعتي، مطرح ما اكون انتي تكوني. فلاحظت انه بياكل سندوتش صغير
هو أنت على طول كده بتاكل نواشف؟ استنى أما أوريك نفسي في الأكل بقى. ولما قدمت له الأكل عارف الطبخة دي على طول، نودلز باللحمة المفرومة والخضار من بتاعة بلدهم. فقالت له يلا دوقها بقى وقولي تسلم إيدك. فأكلها وكان مستمتع جدا. فقالت له الأكلة دي رغم بساطتها بس ليها أسرار. الخضار لازم يكون متخمر في برطمانات فخار قديمة علشان الطعم يبقى مزز كده وأصلي، واللحمة لازم تتقطع بطريقة معينة علشان تطلع طرية، والشوربة بقى لازم تكون دسمة. بس يا خسارة، الخضار اللي هنا في شنجهاي كله معلب وطعمه مش قد كده. فقال لها ومين بقى اللي علمك كل ده؟ ستي أم أمي اللي علمتني. هما في العربية شافها بتتشات مع خطيبها. فقال لها هو خطيبك ده ساكن فين وما بيجيش يشوفك أو يوصلك ليه؟ فقالت له إنه ساكن في منطقة بعيدة علشان هناك سعر الإيجارات رخيص، وهو لسه محامي على القد ومرتبه 8000 فيا دوب يقضي الإيجار. فقال لها إن المرتب ده قليل جدا، ده يا دوب بيكفي نفسه بالعافية، فما بالك بقى يفتح بيت وجواز؟ ما علشان كده يا ريس احنا بنحوش سوا علشان نجيب الشقة. شقق شنجهاي مش أي كلام، دي بتبدأ بملايين. الشقة اللي انتي قاعدة فيها مثلا تمنها 150 مليون، فقوليلي بقى مرتبك ده هيقدر يشتري لك شقة أو يدفع لمصاريف مدارس وعيال؟ ده احنا الشركة عندنا مليانة شباب زي الورد. عندك ريتشارد ولا بوب، أي واحد فيهم برقبة الواد خطيبك ده. بجد؟ هو ريتشي لسه متجوزش؟ فشاف حماسها وخاف تروح لهم بجد. ريتشي خطب قريب. طيب وبوب؟ مش متجوز بس عنده 3 عيال. دول جايبهم بلوتوس يعني يا ريس ولا ايه؟ فقال لها انسي، ممنوع الحب في الشركة اصلا. بصي يا من الجواز مش بس الحب بيصنع المعجزات، ده كلام فاضي وروايات. الجواز يا اما تعيشي برنسيسة مع الشخص الصح يا اما تاكلي تراب مع الشخص الغلط. فكري كويس قبل ما تاخدي خطوة تندمي عليها. هي مستغربة تصرفاته، بس هو عايزها تغير رأيها وتفركش الجوازة دي وتبص له شوية. هو راجل ما شاء الله، غني وذكي وبيعرف يعمل كل حاجة، ناقصه بس رقم تليفوني ويجي يشرب مع أبويا قهوة بملح. ولما وصلوا الشركة قالت لريتشارد إنها محرجة جدا من الريس شين بسبب اللي حصل امبارح، وإنها كانت خايفة يحصل بينهم حاجة، فممكن لو حصل الموقف ده تاني تبقى انت اللي توصلني. شين شاور له علشان يرفض ويقول لها لا معلش مش هقدر، وقال لها تركز على الشغل وبلاش تخلي دماغها تسرح لبعيد. ولما رجعت البيت ودانها كانت بتوجعها لأنه شين أمرها تخرم ودانها، فكلمت مامتها علشان يطمنوا على بعض. وسمعت أبوها بيسأل على الدواء بتاعه فاستغربت. دواء ايه؟ دواء ايه يا ماما؟ بابا ماله؟ وأمها اتهربت بسرعة علشان تقفل وما ردتش عليها. فالشك دخل قلب بنتنا واضطرت تكلم بنت عمها وتعرف الحقيقة، وانهارت لما عرفت إن أبوها تعبان جدا وطلع عنده فشل كلوي. فكلمت خطيبها علشان يجي يحتويها ويطبطب عليها، لكن هو بدأ يفكر في الفلوس. لو مرض أبوها زاد أكيد بنته هتصرف عليه وبكده مرتبها هيخلص على الأدوية والعلاج. ده انت 3 حربقوا الرئيس بتاعنا كان عنده بعد نظر، أول ما شافك عرف إنك جربوع. وفي اليوم التاني مين مان بدأت تبحث عن كل حاجة تخص مرض أبوها وتكاليف علاجه، وبوب قال لها بلاش تستخدمي كمبيوتر الشركة في مواضيع شخصية ولا تدخلي على الواي فاي بتاعنا في أي حاجة بره الشغل، الاي تي بيشوفوا كل نفس بتتنفسيه. فالرئيس نده عليها وقال لها سجلات الاي تي بتقول انك استخدمتي كمبيوتر الشركة على نموذج مالي شخصي. احي هم لحقوا يعرفوا. فاعتذرت منه وقالت له إنها مش هتعمل كده تاني، وهو حب يحمسها ويشجعها علشان تقدر تجيب فلوس وتحقق كل اللي نفسها فيه. بس هي شايفة إنها مش هتقدر ومستحيل تقدر تجيب مليون في شهر، بس مستعدة تتعلم. فقال لها إنه هيساعدها علشان تاخد كورسات إدارة أعمال على حساب الشركة وتعمل ماجستير كمان، ولو في جامعة معينة في دماغها هو هيدخلها لها. وطبعا هي اتبسطت وكالعادة بتدور على الرخيص الموفر. فقال لها ما يبقاش تفكيرك محدود، المكان مش مهم، المهم الجودة. ايه رأيك اقدم لك في هارفارد؟ ده انت مش رئيس شركة، ده انت جن المصباح. اللهم زوجا غنيا وسيما لطيفا زي شين في حياتنا ولا نشكي ولا نبكي. هي وافقت وتحمست. الرئيس ادالها فرص على طبق من ذهب وقال لها بس علشان الشركة تدفع لك كل ده لازم تمضي عقد ولاء لمدة 10 سنين علشان نضمن انك بعد ما تتعلمي تفيدي الشركة. انا موافقة يا فندم على اي حاجة تقولها. فابتسم بانتصار ونزلت تمضي العقد. وبالليل شين كان بيتأمل العقد ده. 10 سنين مش كفاية،
هو عايزها جنبه العمر كله. ومين مان بدأت تذاكر وتدرس وتشتغل على نفسها بكل جهد. وبالليل ريتشارد جاب له معلومات عن جين، ولما شاف التاريخ عرف إن عيد ميلاد جين النهاردة، فسأل عن بطلتنا لقاها نزلت من الشركة علشان تحتفل مع خطيبها بعيد ميلاده، وجايباله هدية ومستعدة تقابله. وهي في الشارع لقت شين لحقها وقال لها عندنا ميتنج وورق لازم يخلص، فاضطرت تركب معاه وترجع للشركة وتكنسل العشاء مع خطيبها. رجعت تشتغل بكل جهد لحد ما نامت على نفسها. والريس شين كان مستغرب، مين من مستعدة تشتغل 24 ساعة بدون راحة، بس مستحيل تصرف مليم واحد من الكارت اللي اداهولها. والأنيل من كده إنها تصرف فلوسها على خطيبها وما بتجيبش أي حاجة لنفسها. قعد يتأملها. شين بقى مهووس بيها. انتي هتخليني استنى كده لحد امتى؟ يا ريت لو نتجوز الصبح. ده انت مستعجل قوي يا فنان. وفي اليوم التاني جابت له القهوة بتاعته وسألته حضرتك ما شفتش شنطة هدايا صغيرة؟ لا ما شفتش حاجة. وهي تحت رجله، بس الغيرة وما أدراك ما الغيرة. فقالت له أصل دي هدية جابتها لخطيبها، فضحك بالسخرية. هو في راجل بيخلي خطيبته تجيب له هدايا؟ مش المفروض العكس؟ فزعلت واتضايقت، وهو غير الموضوع بسرعة. فتح الخزنة بتاعته واداها طقم ألماس سعره كليتين وقلبه بنكرياس علشان تلبسه، وهي رايحة معاه الحفلة في جزيرة أوروبية. وبالليل كانت في بيت خطيبها سهرانين سوا علشان يعوضوا الحفلة اللي كنسلوها. والريس بتاعنا وحيد كئيب شريد الذهن. تعالى يا بيبي وانا اسهر معاك. وجين قال لها انه جاله عقد شغل في شركة بعيدة حبتين، بس المرتب كويس، هيروح ويقدم الورق بتاعه بكرة ويا رب يقبلوه. وهي كانت زعلانة إنه هيسافر ويسيبها، بس هما لازم يشتغلوا ويحوشوا فلوس علشان يتجوزوا. وبعدها راحت الحفلة مع الريس شين اللي لاحظ إنها مش لابسة الحلق بتاعها. معلش أصلي لسه خارمة وداني وبحس بوجع شديد لما بلبس حاجة فيها. يا مين مان، حلق الست زي زرار البدلة للراجل، مظهر وهيبة. فخد الحلق منها ولبسه لها بنفسه، ودخلوا الحفلة سوا وبدأت تقول له معلومات عن كل اللي بالحفلة، وهو كان مبسوط وفخور بيها. واضح إنها مذاكرة كويس جدا زي ما قال لها. وسلموا على مرات المدير وانج اللي الحفلة دي كلها معمولة علشانها بمناسبة عيد ميلادها، وهي ست بتحب الألماس جدا. فشين كان جايب لها طقم ألماس وردي وقال لها إن مين من هي اللي اختارته لها علشان يكبرها في نظرهم. والست ابتسمت وقالت لها الطقم اللي انتي لابساه ده كريس اشتراه في مزاد عالمي السنة اللي فاتت وكان قالب الدنيا كلها. ده في فنانات طلبوا يستلفوه منه ورفض، باين ان مين مال مكانتها غالية عندك قوي يا كريس. فابتسم واستأذن منهم علشان يروح يرد على مكالمة شغل مهمة. والست وهانج خدت بنتنا علشان تعرفها على الحضور وقالت لهم احب اعرفكم بمين مان خطيبة الرئيس كريس. فاتوترت وقالت لها لا والله يا هانم انا المساعدة بتاعته بس. لكن الست مصممة انها خطيبته لانه واضح ان الرئيس بيعزها جدا، ده عطولها اغلى طقم الماس عنده. وبعد شوية بنتنا دخلت تريح شوية بعيدة عن الأجواء الصاخبة بتاع الحفلة، وسمعت شيون الممثلة وهي بتتلزق بالرئيس بتاعنا وعايزاه يرتبط بيها، وهو بيصدها وعمل لها بلوك في كل حتة وسابها وخرج. لقى بنتنا بتتصنت عليهم فاتوترت. والله يا ريس ما سمعت حاجة ومش هفتح بقي صدقني. فمسك ايديها وخدها بعيد عن الأنظار، وهي برضو بتحاول تقنعه انها ما سمعتش حاجة ومتفهمة انه واحد بمكانته وشهرته لازم يكون حواليه بنات كتير معجبين بيه. طيب لو خطيبك بقى هو اللي حواليه معجبات كتير هتقولي نفس الكلام وتكوني متفهمة برضو؟ لا طبعا، خطيبي اصلا ما حلتوش حاجة علشان يلاقي معجبين فما حدش هيبصله. لكن حضرتك تعمل اللي انت عايزه، بس خطيبي لا، بالفلوس او من غيرها. خطيبي لو فكر بس يعمل كده هدبحه. شين ما استحملش، الغيرة أكلت قلبه، شلت تفكيره. قرب منها عايزها تحس بحبه ليها لكنها مصدومة. حركة غير متوقعة خلت مشاعرها تفرقع زي صواريخ الحفلة. حاول يوقفها لكنها ادته كف خلت دماغه يلف. قلعت الهيلز بتاعها وهربت منه، وهو لحقها وحاول يصلحها ويعتذر منها. هو اتسرع وعمل حركة غبية ووحشة في حقها هتخليها تكرهه وتبعد عنه. فتحت الباب وهي بتعيط، أرجوك روحني، خرجني من الجزيرة دي. فركع قدامها علشان يمسح لها رجليها ويلبسها الهز بتاعها. الفنان هيبقى السبب في عنوستي لأنه بيعلي سقف معاييري في الرجال للفضاء. اعتذر منها تاني وقال لها مش هيعرف يروحها لأن الموج عالي في الجزيرة دي، والصبح هيبعتها مع ريتشارد. فدخلت الأوضة وقفلت الباب في وشه. وفي اليوم التاني رجعوا شنجاي، والرئيس كان عايز يوصلها لكنها رفضت.
شكرا، مش عايزة حاجة، خطيبي هيجي ياخدني. فجريت على جين وحضنته قدام عين الريس بتاعنا اللي بيطفح مشاعر الحب اللي جواه، وقرر يلحقهم علشان هو بيحب المعاناة وبيعشق ضيق التنفس. وجوه البيت جين كان بيدلع خطيبته وبيعمل لها أكل، والريس شين واقف بره وسمع كلامهم وغزلهم في بعض وأصوات الحب الحميمية، وبيحرق في سجاير زي قلبه اللي بيتحرق بنار الغيرة والحب. فأمر ريتشارد يشغل جين في شركة محاماة بعيدة في آخر الأرض زي الكلب وما يرجعش شنجهاي مرة. بنتنا كانت قاعدة مع خطيبها بيخططوا وبيرسموا أحلامهم لعيش الزوجية، لكن فجأة وصلت لجين مكالمة من المدير بتاعه إن لازم يلم هدومه ويطلع على أول طيارة علشان في مشكلة في المشروع بتاع الشركة وهو لازم يكون موجود. فاتعصبت علشان جين ما بيفكرش في أي حاجة غير الفلوس والبيت والمقدم وخلاص. فقالت له خلاص سافر، أنا مش عايزة منك حاجة وهنقل حاجتي لوحدي، عشان كانت ناوية تيجي تعيش معاه هنا في الشقة. لكنه صدمها وقال لها إنه قرر يسيب الشقة دي طالما هيسافر مش مضطر يحتفظ بيها ويدفع إيجار في الفاضي ويوفروا فلوسها. فاتضايقت أكتر وسابت له الشقة باللي فيها ورجعت قصر شيين الكبير البارد الواسع، وشكرته على كل اللي قدمه لها واللي عمله علشانها. بس خلاص وقتها خلص وقررت تقدم استقالتها. فقال لها بلاش تقفشي كده، أنا غلطان، أنا غلطت في الحفلة وعرفت حدودي، ولو مش حاسة بأمان أنا مسحت بصمتي من الشقة خلاص، ومن هنا ورايح مش هعتب المكان ده. أرجوكي خدي وقتك وفكري كويس. هو خايف إنها تسافر وتسيبه ويفقد نور الأمل الوحيد اللي دخل حياته، لكنها ما سمعتش الكلام، استنته يخرج ونزلت خدت أول طيارة ورجعت بلدها. وهو عرف بسفرها وقلبه اتكسر. ليه كل ما أقرب منك بتبعدي عني؟ ولما وصلت بيت أهلها عرفت إن أبوها مرضه زاد وكليته بقت في ذمة الله وأهلها مخبيين عليها، فادتهم كل الفلوس اللي معاها علشان توفر العلاج لأبوها. وبكده هي ما عندهاش حل غير إنها ترجع وتشتغل في الشركة بس في فرع تاني بعيد عن شين لأنها ما بقتش بتثق فيه. بس لما راحت الشركة اكتشفت إنه هو اللي راح فرع تاني وسابها في الشركة وسلمها مشروع أرض التجمع زي ما وعدها. ودلوقتي هي لازم تشتغل على المشروع وتاخد المكافأة بتاعته وتنقذ حياة أبوها. ومرت الأيام وشين كان بعيد عن عينيها بيعرف أخبارها من ريتشارد المساعد بتاعه. قال له إن مين مان خلصت الماجستير دي كمان. البنت دي عبقرية أوي يا ريس، دي عملت نظام حسابات جديد لأرباح ال10 سنين اللي جايين وباعت الأرض ب120 مليون، أكتر ما كنا متوقعين. وشين كتافه وصلت للسما من الفخر، ما خيبتش الظن فيها. فرجع للشركة وقابلها عند الأسانسير، واضح إنها لسه خايفة منه ومتوترة، فساب بينهم مسافة كبيرة علشان ترتاح وبارك لها علشان خلصت المشروع وخلصت الماجستير بتاعها. فشكرته لأن كل ده بفضل تعليمه وتشجيعه ليها، بس هي لسه عند كلمتها وقرارها، مش عايزة تفضل معاه في مكان واحد. وهي نازلة اتصدمت برقم غريب بعت لها صورة جين مع عشيقته نفسها هي اللي بعتلها الصورة دي. ففضلت تعيط والتليفون وقع من ايديها، وشين خده وشاف الصورة، حاول يهديها وقال لها ان ده فوتوشوب رخيص اي واحدة تقدر تعمله، بس الرقم بعت لها سكرين من الشات بتاع جين والبنت الرخيصة دي وهما بيتكلموا عن ليلة امبارح. فبطلتنا اتعصبت واتصلت عليه. ممكن اعرف انت كنت فين امبارح ومع مين؟ انا كنت في حفلة وسكرت ونمت على طول. ليه، في حاجة؟ يا لهوي على الصدفة، سكرت فلقيت ست في اوضتك؟ انت فاكرني هبلة ولا ايه؟ والله يا روحي انا ما كنتش في وعي وما كنتش عارف هي مين، ولما فقت عرفت ان دي واحدة زميلة مجنونة بتتبلى عليا، اوعي تصدقيها. لكن بنتنا خلاص عارفة انه خاين وكذاب، فانهارت من العياط وما لقيتش حضن يحتويها غير حضن الريس شين الدافي الحنين اللي كان مبسوط ان العلاقة دي خلصت خلاص وبقى عنده فرصة يقرب منها. فخدها البيت وقال لها ارتاحي هنا النهاردة وانا همشي كمان شوية، لو عايزة تعيطي عيطي، مفيش حد غريب. واداها ظهره علشان تاخد راحتها في العياط، وهي بدأت تفضفضله وتشكيله. جين ده كان طيب قوي معايا، ده كان بيجيب لي المكسرات اللي انا بحبها، وكان وعدني ببيت صغير وبلكونة نربي فيها الزرع اللي بنحبه وقطة صغيرة. كنت فاكرة اننا لو تعبنا سوا الدنيا هتحلو.
فضحك بسخرية على الوعود الكدابة، وهي قالت له أنا أسفة إني بحكي لك وجعي وأشكي لك همومي، وهي قايمة اتعثرت وهو حاول يلحقها قبل ما تقع، فحصلت بينهم قبلة غير مباشرة زادت حبه ليها. والصبح نزلت لقته مجهز لها النودلز اللي بيحبوها. ايه ده، هو انت عرفتي تعملها ازاي؟ شفتك مرة وانت بتعمليها فاتعلمتها، دوقي بقى وقوليلي رأيك فيها. فأكلتها وطعمها كان رائع. الشيف حسن يتراجع للمركز التاني، ويا حركاته يا تكاته يا جماله. فقال لها بالهنا والشفا، لو عجبتك هعملها لك كل يوم. وبعدها خدها علشان يتمشوا شوية تحرك عضلاتها بدل ما يجيلها اكتئاب. فوطت على الأرض تلم شوية أعشاب علشان تحطهم في المحفظة بتاعتها، فابتسم بحب وساعدها. فقامت بعدها علشان تكمل قطف الأعشاب، لكن الموكوسة اتزحلقت واتكسرت، وشين اضطر يلغي كل مواعيده علشان يفضل جنبها. وكالعادة شكرته على وقفته معاها وإنقاذها. لو عايزة تشكريني بجد اسمعي الكلام وبطلي شقاوة علشان رجلك ما تتأذاش تاني. وشالها بكل خفة وخدها البيت. في لحظة إصابته هو كان مستحمل الوجع طول الوقت ده علشان هي كانت ماسكة في إيده المتعورة دي. فافتكرت لما وقعت من على الموتوسيكل بتاع جين، وبدل ما يطمن عليها ويلحقها راح يطمن على الموتوسيكل بتاعه. وهو ده الفرق يا سنجولات بين الراجل والذكر. فقالت له الجرح بتاعك عميق، لو ما تنضفش هيسيب علامة كبيرة. فابتسم، والفنان مصمم ياخد قلبي كل شوية بابتسامته المعسولة دي. فقال لها في علامات في الحياة تستاهل نعيش بيها العمر كله. وفضل ماسك ايديها ويتأمل عينيها، وهي جابت شنطة الإسعافات وضمدت له الجرح قبل ما يتلوث، وهو مستمتع بقربه منها وبخوفها عليه. ده يخرب بيت الحب اللي مشقلب حالك كده. والصبح شافها نازلة تتنطط زي الأرنب، فوقفها بسرعة قبل ما تكسر رجليها التانية، وقالت له إنها عايزة تغير الأعشاب اللي في شنطتها علشان بقوا ناشفين وريحتهم ما بقتش موجودة. سيبي ده عليا أنا، هغير لك الأعشاب دي. وهي مصدومة ازاي رجل أعمال جبار زيه بيفهم في كل حاجة حتى في الأعشاب. فقال لها أنا بشر برضه مش روبوت، افتحي لي المحفظة دي وأنا هغير لك الأعشاب. فقالت له الأعشاب القديمة دي ما تترميش في الزبالة، ستي كانت بتقول ده خير من عند ربنا، فلازم ندفنه في الطين أحسن. فأخدهم منها ورشهم في الزرع بتوعها، وسألها على المحفظة اللي معاها. دي جارتنا اللي كانت مطرزاها، ده أنا عندي كوفرتة كانت هي اللي عاملاها لي وأنا صغيرة، لسه محتفظة بيها لحد الآن. الست دي كانت فنانة وجميلة جدا. هو كان مبسوط لأنها فاكرة مامته وتتكلم عنها بطريقة كويسة. فسألته عن أهله، فقال لها إن كلهم ماتوا، وغير الموضوع علشان ما تقلبش معاهم بنكد. وهم في المستشفى جين جه علشان يعتذر منها ويطلب السماح، لكن بطلتنا كانت قرفانة منه. وشين شافه فاتضايق منه، وكلم ريتشارد وخلاه يبعت عشيقة جين بالسرعة علشان تخرب له خطة الاعتذار الجبانة دي. ولما مين مان رفضت ترجع له، جين اتحول وبانت حقيقته القذرة دي. أيوة يا ستي، انتي لقيتي السبوبة الكبيرة، وقعتي مديرك الغني وبقيتي تتنمري عليا علشان فقير. لما قلتيلي ان ابوكي تعبان وناقص فلوس كنتي بتختبريني صح؟ طلعتي مادية وحقيرة بتحبي الفلوس. وشين وقف قدامه بكل ثقة. انت كنت بتعتبر مين مان مجرد تكملة لخططك، لكن انا شايفها ملاك، جوهرة ثمينة، وبفلوسي وقوتي هفرش لها الارض ورد علشان تكون هي بطلة حياتها. وشيلها بكل خفة وحب كمان علشان ياخدها للبيت. وهم في العربية قال لها إنه هيسافر سويسرا، بس المرة دي هيطول شوية، ولو عوزتي حاجة ابقي كلميني. ومرت الأيام وبعدها كانت في البيت، وأمها كلمتها وقالت لها إن أبوها في المستشفى وتعبان جدا. فراحت تطمن عليه، وعرفوا من الدكتور إنه عنده فشل كلوي في مرحلته الأخيرة، والغسيل الكلوي هيبقى خطر عليه، لازم له متبرع حالا علشان يقدروا ينقذوا حياته. والدكتور اللي هيعمل له العملية دكتور شاطر وغالي جدا، وجدوله مزدحم، اليوم عنده بسنة. فبطلتنا كلمت الدكتور ده وحاولت تقنعه يعمل العملية لأبوها لحد ما نجحت. وفي اليوم التاني وهم في الأوضة الريس شين دخل عليهم وقال لها إنه جاي من المطار على هنا على طول علشان يطمن على أبوها. دخل واتعرف على أهلها وكانوا لطيفين جدا معاه، عكس بنتهم الباردة التلاجة دي. وإداهم ظرف مليان فلوس، واستأذن منهم علشان وراه شغل كتير لازم يخلص. فالراجل قال لمراته
مش ملاحظة إنه شبه إروى ابن عيلة شانج اللي سافر ومحدش سمع عنه حاجة؟ تصدق فعلا في شبه منه، بس لأ ما أعتقدش إن ده هو ده. أصل ده رجل أعمال كبير جدا، والتاني كان غلبان وعلى قده. وبالليل مين مان رجعت البيت تعبانة، فقالت له النهاردة كان يوم طويل جدا وتوكة شعري ضاعت. ولا يهمك، أنا هلملك شعرك. طلع التوكة بتاعتها اللي محتفظ بيها، وهي استغربت انت جبت التوكة دي منين أصلا؟ دي بتاعتك، وقعت منك قبل كده ونسيت أرجعها لك، ودلوقتي الأمانة رجعت لأصحابها. فاتوترت وحاولت تهرب من نظراته العميقة ليها، لكنه لحقها وحضنها بقوة. سنين وأنا بلف وأدور في دنيا الفلوس والمظاهر، كنت فاكر إن طموحي أوصل لأعلى نقطة، بس اكتشفت إني ما كنتش عاوز غير إني أوصل ليكي انتي. فحاصرها بحبه المهووس المجنون، وقال لها بلاش تخليني أستنى أكتر من كده، وخدها الأوضة. وإيه النظرة دي؟ اهربي يا فنانة، ده وحش مفترس وجعان حب. فربط ايديها والتليفون قطع لحظاتهم الجامحة دي. فالرئيس بتاعنا فتح المكالمة وساب جين الحربوق يسمع أصوات الحب على أصولها. وفي اليوم التاني جين قابلها في المستشفى وقال لها انت فاكرة ان المدير ده ملاك؟ ده راجل قذر في الشغل والبيزنس كمان، اكتر ما تتخيلي، بيحب يستغل كل اللي حواليه. فاكرة ان هو بيحبك بجد؟ ده هو اللي اتفق مع عشيقتي علشان يصور لك كل حاجة. مش مهم، على الأقل هو وافي في مشاعره، ومش هيخلي واحدة تانية تحمل منه وتيجي تقف قدامي وتتحداني. هو أنضف منك بكتير. أنضف مني؟ ده غفلك يا هبلة. الاتفاقية بتاعتكم بتاعت 10 سنين اللي مضيتي عليها أنا قرأتها كويس جدا. شفتي بند الشرط الجزائي كام؟ 800,000 دولار، يعني حوالي 40 مليون يا هبلة. هو انت بتقول ايه؟ ده مش حقيقي. لا يا اختي، حقيقي ونص. لو فكرتي تستقيلي او تسيبيه هتدفعي الرقم ده. الراجل ده كان راسم كل حاجة من الأول، ربطت جنبه بعقد احتكار، وانتي فاكرة انه بيحبك. فاتعصبت ورجعت البيت قرأت العقد ده وهي مصدومة جدا. طلع فعلا سايب شرط جزائي ب800,000 دولار. فواجهته بالشروط المكتوبة دي وحاول يفهمها، لكنها اتعصبت عليه. سكنتيني في قصر واشتريت لي فساتين بملايين، وبتديني كارت فلوس بلا حدود، وبتدفع لي مصاريف الجامعة بتاعتي. كل خطوة كنت راسمها صح علشان تخليني ممتنة ليك ومحتاجالك وحاسة بجمايلك مغرقاني، وبعدين تربطني جنبك بعقد استعباد. هو ده الحب بتاعك؟ هو ده الحب في نظرك؟ فقال لها أنا كنت خايف أخسرك، وعارف إن الطريقة اللي عملتها دي غلط، بس قلبي كان صادق معاكي. أنا بقالي سنين معرفش غير لغة المصالح، وحبيتك بطريقتي، فرشتلك الأرض ورد وشلت كل اللي ضايقوكي من قدامك، وإديتك أحسن ما عندي. فلو ده مش حب يبقى أنا ما بفهمش يعني إيه حب. كان بيعيط قدامها ومش عارف يعبر عن حبه ليها إزاي، وهي كسرته أكتر بكلامها. طالما ما بتفهمش يبقى روح اتعلم، ولحد ما تتعلم معنى الحب ملوش لازمة نتقابل تاني. سابته مكسور منهار حزين ومشيت. وبعدها راحت تزور جدتها في البلد بتاعتهم، واتكلموا عن عيلة شانج. جدتها طلبت منها تروح المقابر وتولع لهم شموع. وانا مالي ومالهم يا تيتا؟ ده ابنهم بقاله سنين سافر ولا حس ولا خبر، ده حتى باين عليه نسى اصله وفصله. لا يا بنتي، ايروا مش كده، ده كان غلبان وكل ما يجي عندنا كنت بديله بطين، وتاني يوم الاقيه حاطط لي ورد وياسمين قدام الباب من غير ما حد يشوفه. الواد ده قلبه ابيض ومرجعش البلد علشان ملوش حد هنا. انتي بترجعي علشان احنا موجودين، انا واهلك والجيران، فما تظلميهوش. وقعدوا يتكلموا عن حال البلد بتاعتهم اللي اتطورت كتير جدا. ده حتى الكوبري اتبنى وبقى كويس من 10 سنين. بيقولوا انه في فاعل خير هو اللي بناه وما سابش اسمه ومحدش يعرفه، بس احنا طبعا عارفين هو مين. بينما الرئيس بتاعنا كان في شركته. المستثمرين وصلوا علشان يخلصوا مشروع الأدوية الحيوية ويعملوا دواء للمرض الخبيث علشان يخلوا الناس يدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم. وجين افتكر منظر أهل بطلتنا وقد إيه الصحة مهمة، فقال لهم أنا لو أهلي عايشين ومحتاجين صحة هدفع كل اللي حيلتي، بس المشروع ده أنا مش داخل فيه. فاتصدموا، دي مش عوايد كريس خالص. لكن الرئيس بتاعنا ضميره صحي، والقلب الحجر اللي عنده بقى لين وحنين. رجع البيت يتأمل كل زاوية فيه بابتسامة حزينة. مين مان كانت مالية عليه البيت ومنورة حياته زي شمس الصيف، من غيرها هو ضايع وتعيس. وبعد مرور 6 شهور
بطلتنا كانت لسه في القرية عند جدتها، حابسة نفسها ما بتخرجش خالص. فجدتها قالت لها ما تقومي هزي طولك كده واطلعي الجبل هاتيلي شوية أعشاب، وخدي بالك من نفسك عشان الطريق هناك مش كويس. وكالعادة الموكوسة ما شافتش قدامها وكانت هتتقلب في الترعة، بس الرئيس بتاعنا جه في وقته ولحقها. مش قلتلك خدي بالك من نفسك؟ هو انت جيت هنا ازاي؟ اكيد كنت مراقبني زي كل مرة. خالص، انا بقالي 6 شهور معرفش عنك حاجة، وده اول درس اتعلمته منك، اني ما كررش نفس الغلط تاني. طيب والدرس التاني ايه؟ الصراحة والصدق. فقالت له ان المحامي كلمها وقال لها ان الرئيس شيل لغى العقد بتاعها من زمان. الكلام ده حصل امتى وما عرفتنيش ليه؟ من يوم ما خلصت دراستك ونجحتي، وخفت اقولك اني نهيت العقد ده من زمان تفكريني بضحك عليكي، وانه كان عندها حق، هو ما كانش بيعرف يعبر عن حبه ومشاعره ازاي، وتعلم دلوقتي ازاي يحتوي مشاعره ويعبر عنها. وفجأة جدتها ندهت عليه باسم إيروا، فاستغربت ايه الهبل ده، هو انت ما قلتليش انك إيروا ليه؟ فقال لها انا سمعت كلام امي وخرجت ورا حلمي بره الجبل ده وبره القرية كلها، بس لما خرجت اكتشفت ان الدنيا واسعة جدا، بس مفيش فيها ركن واحد احس فيه اني في بيتي. يمين مان السنين اللي فاتت دي كلها كنت حاسس اني ميت ومش موجود. طيب وما رجعتش بلدك ليه؟ مفيش حاجة اتغيرت، لسه كل حاجة زي ما هي. بس انا اتغيرت. يروى الطيب الغلبان مات من زمان، واللي عاش مكانه هو الريس شين او كريس، الراجل اللي ما بيفكرش غير بالفلوس والمصالح. لغاية ما قابلتك حسيت اني بدأت اتنفس تاني، وعيط وحضنها بكل حب، هي بيته وأمانه الحقيقي. بعدها كانوا قاعدين قدام الفرن، وهو اللي ولعه كمان علشان الفرن محتاج يولع بطريقة معينة. فقالت له هو في حاجة انت ما بتعرفش تعملها؟ وانتي فاكرة ان المدير اللي قدامك ده مولود في التجمع؟ ده انا قضيت طفولتي كلها في الغيط والطبيخ وتعليف البهايم والفراخ وتقطيع الخشب، فلاح اصيل يا ريس من يومك. وبعدها طبخوا سوا وعملوا حلويات وبيقضوا أسعد الأوقات. ويوم الاحتفال السنوي بتاع القرية الكل بدأ يسأل مين الراجل الوسيم ده؟ فالجدة قالت لهم إن ده إيروا، فأهل القرية اتبسطوا جدا. يا واد يا إيروا يا ابن تشانج، أنا خالتك أم ليو، وأنا عمك جيانج اللي شلتك وأنت لسه شبر قد كده. وفي اللحظة دي شين أدرك إنه ما كانش لوحده، وإنه لو كان رجع من زمان كان هيلاقي 1000 بيت يتفتح له وناس كتير هترحب بيه. فقال لها أنا عشت نص عمري علشان أفهم إن كلام أمي كان صح في نص واحد بس. قالت له أنهي نص بالظبط؟ إننا لازم نخرج وننجح، بس النص التاني هو الأهم، إننا لازم نعرف إزاي نرجع لبيتنا ولأصلنا والناس اللي بنحبهم. في ناس بتقابل بعضها بدري، وفي ناس بتتأخر سنين علشان تفهم إن الشخص اللي كانوا بيدوروا عليه طول الوقت كان قدامهم من البداية. ومش كل اللي بيتوه بيضيع، أحيانا الضياع نفسه هو اللي بيودينا للمكان الصح. ولحد هنا بيخلص مسلسلنا. دمتم بخير.